من كام سنة كده طلعت في برنامج تلفزيوني وطلب مني أحكي حدوتة كالعادة. الحقيقة الحدوتة دي من أكتر الحواديت اللي أثرت فيا ومن أوائل الحواديت اللي حكيتها كمان. بحسها كده بتلخص اللي أنا عايزة أقوله في الحياة. لقيتها كده قريب وقررت إن أنا أعيد نشرها، فاتفرجوا عليها. أنا شكلي فيها مختلف شوية، ده كان من كام سنة وبرضه كنت يعني مش بنفس الخبرة اللي أنا فيها دلوقتي. however ما زالت عزيزة على قلبي. البرنامج ده كان برنامج ظريف والمذيعين كانوا لذاذ جدا، فأنا كنت مستمتعة. تعالوا اسمعوا الحدوتة بتاعة هدية القصة. شوفوا الحدوتة. زمان زمان في بلاد العراق كان في سلطان على مملكة. سلطان كان عادل ورحيم، وكان عنده كل ما يتمناه، الفلوس والجاه وحب شعبه وكل شيء. لكن الحقيقة كان ناقصه حاجة واحدة بس، حاجة عزيزة. كان نفسه في وريث، ابن أو ابنة، علشان تمسك المملكة من بعده أو يمسك المملكة من بعده. لكن حظه كان في ده قليل. عدت سنين وسنين والملكة ما حملتش، لغاية ما في يوم من الأيام جاله خبر الملكة حامل. وقعدت تستنى 9 شهور، شهر ورا شهر، يعدهم بالأيام والليالي، لغاية ما نورت وشرفت أميرة. أميرة جميلة فرح بيها السلطان فرح عظيم، وقرر أن يعمل احتفالات في البلاد 3 أيام وليالي، يدعو فيها كل الملوك والأمراء والسلاطين علشان يجوا يقدموا الهدايا للأميرة الجديدة. وفعلا طوابير طوابير قدام القصر، اللي جايب ذهب، اللي جايب برجان، سجاجيد عجمي، كل ما تشتهيه الأنفس، كلها حاجات غالية وثمينة جدا 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 جدا. لغاية ما في يوم وقف راجل لا وراه ولا قدامه بطوله. السلطان وصل الخبر الراجل ده واتضايق جدا. قال لهم روحوا هاتوا لي الراجل ده لما اشوف ايه حكايته، ده جاي من غير ولا حاجه ولا ايه؟ وراحوا جابوه رموه قدام رجليه. انت مين؟ وازاي جاي عندي مش جايب حاجه للاميره؟ فالراجل الزاهد بص للسلطان وقال له انا اي نعم يا سلطان، مش جايب حاجه معايا للاميره ملموسه وكبيره، لكني جايب لها هديه ما تقدرش بثمن. انا كرست حياتي ان انا اجي كل يوم احكي للاميره حواديت، كل يوم على مدى حياتي كلها، ودي اعظم هديه اقدر اقدمها. السلطان كده فكر وقال يعني مش خسران حاجه، يعني حد هيجي يسلي الامير. وفعلا كل يوم كل يوم الزاهد يجي يحكي حواديت للاميره، سنين ورا سنين، لغايه ما السلطان اتوفى والأميرة بقت سلطان. هي دلوقتي سلطانة البلاد، وتعرف عنها إن هي حكيمة وعادلة وأمينة وبتحب الخير لكل الناس، لغاية ما جات يوم وفاتها وطلبت إن هي لو هيكتبوا شاهد على قبرها يكتبوا إن أنا لو كنت حكيمة وعادلة وبحب الخير للناس، فده بسبب كل الحواديت اللي حكاها لي الزاهد وانا بكبر. وتوته توته خلصت الحدوته.